قصة السؤال الصعب. جاء شيخ كبير إلى مجلس الإمام الشافعي فسأله ما الدليل والبرهان في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. فقال الشيخ: وماذا أيضا؟ قال: سنة رسول الله. قال الشيخ: وماذا أيضا؟ قال: اتفاق الأمة. قال الشيخ: من أين قلت اتفاق الأمة؟ فسكت الشافعي. فقال له الشيخ: سأمهلك 3 أيام. فذهب الإمام الشافعي إلى بيته وظل يقرأ ويبحث في الأمر. وبعد 3 أيام جاء الشيخ إلى مجلس الشافعي فسلم وجلس. فقال له الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى هداني الله إلى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوفيه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فمن خالف ما اتفق عليه علماء المسلمين من غير دليل صحيح أدخله الله النار وساءت مصيرا. فقال الشيخ: صدقت. تحياتي.